أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملخص كتاب حلاوة القهوة في مرارتها للكاتب السعودي عبد الله المغلوث بصوت محمد علي الفاتح. في دنيا بتجري فيها الأيام زي السيل وبتتلخبط فيها الهموم، بنلقى كتاب حلاوة القهوة في مرارتها للكاتب السعودي عبد الله المغلوث زي جبن القهوة دافية بتحمل جواها مرارة الواقع وحلاوة الأمل. والكتاب شايل اسمه من فكرة عميقة بتشبه الحياة بالقهوة. الاثنين مرين في الظاهر لكن جواهم حلاوة ما بيعرفها إلا الزول اللي بيشربها ومتعود عليها. المغلوث في كتابه طلع من دار مدارك للنشر سنة 2019، جاب مجموعة مقالات وقصص بتلهم الزول وبتحكي عن ناس كبار واجهوا صعوبات الحياة وتحدياتها لكن ما استسلموا لها، بالعكس تكيفوا معاها وناضلوا لمن طلعوا فوق في سلم النجاح. وزي ما بيقول المؤلف، لسان حال القهوة بيفكرنا مع كل رشفة بنرشفها إنه الحياة مهما كانت لونها داكن ومرة الطعم إلا إنها لذيذة ممكن نتكيف معاها ونعيشها ونستمتع بها. فالكتاب مميز بأسلوبه السلس والبسيط اللي بيخاطب القارئ مباشرة. زين المؤلف برسومات حلوة مرسومة بالقهوة بتدي الكتاب جمال خاص وبتعمق فكرته الرئيسية. وبالرغم من بساطة الأسلوب إلا إنه المعاني اللي بيطرحها عميقة وملهمة، بتخلي القارئ يفكر ويتأمل في حياته وكيف يتعامل مع تحدياتها. فلسفة القهوة والحياة. المغلوث بدأ كتابه بتشبيه قوي بين القهوة والحياة، الاثنين مرين في الظاهر حلوين في الباطن، وهو شايف انه سر السعادة موجود في قدرتنا على التكيف مع مرارة الحياة والبحث عن الحلاوة المخبية فيها. وزي ما قطعة الشوكولاتة لما تذوب في القهوة بتخليها أشهى ولذ، كذلك الأمل والتفاؤل والإصرار هم اللي بيخلوا الحياة رغم مرارتها حلوة وتستاهل تتعاش. بيقول المؤلف الفراغ هو اللصة الوحيدة اللي بينهبك وانت بتصفق له، وبيحذر من خطورة الاستسلام للفراغ وعدم استثمار الوقت في الشيء المفيد. وبيدعو القارئ للبحث عن المعاني الحلوة في الحياة حتى في أصغر المواقف وعدم الاستسلام لليأس مهما كانت الظروف قاسية. قصص النجاح والتحفيز. الكتاب بيحكي قصص ملهمة لناس واجهوا تحديات كبيرة في حياتهم لكن قدروا يتغلبوا عليها وينجحوا. القصص ما مجرد حكاوي للتسلية، إنما هي دروس حياتية عميقة ممكن القارئ يستفيد منها في حياته اليومية. ومن خلال القصص دي المغلوث بيأكد إنه النجاح ما بيجي بالصدفة، إنما هو نتيجة للإصرار والشغل الجاد والتكيف مع الظروف المحيطة. وهو شايف إنه الضغط ممكن يكون محفز للإنجاز وما سبب للانفجار، وإنه التعثر ممكن يكون بداية لاكتشاف طريق جديد للنجاح. القضايا النفسية والاجتماعية. الكتاب بيتطرق لعدة قضايا نفسية واجتماعية مهمة، منها نظرية الانتقائية العاطفية الاجتماعية اللي بتفسر ميل الإنسان كل ما كبر في العمر للتحكم بعواطفه وتراجع علاقاته مع الأصحاب وتوطد علاقاته مع والدينه وأخوانه. كمان الكتاب بيناقش مسألة الوحدة والعزلة وبيوصفها بأنها موحشة ما بترحم وسامة تخترق صحتك لما تختار روحك ببطء شديد. وبيقدم نصائح عملية للتغلب على الشعور بالوحدة وبناء علاقات اجتماعية صحية. ومن القضايا المهمة اللي بيتناولها الكتاب كمان مسألة التعلق المرضي بالأشخاص، والمؤلف بيقدم نصائح للشفاء من التعلق ده وبناء علاقات متوازنة. بيقول اتأكد إنه الزول اللي بيرغب في بقائك في محيطه ما حيخليك تمشي وإنما حيتمسك بيك بألف طريقة. الزول اللي بيحبك ما بيبتعد منك وإنما بيقرب منك. العطاء والحب. المغلوث بيهتم اهتمام خاص بقيمتي العطاء والحب في الحياة، وهو شايف إنهم من أهم مصادر السعادة الحقيقية. بيشبه العطاء بالمطر اللي بيلتصق بيك قبل ما يستنشقوا الآخرين، وبيأكد إنه الإنسان في الحقيقة ما بيقدر يسعد زول ما بيسعد نفسه من خلال العطاء. وبيحذر المؤلف من تخزين الحب وعدم التعبير عنه، وبيقول ما تخزن حبك عشان ما تصدع كلماتك ونبضاتك وتصبح غير قابلة للاستخدام. وبيدعو للتعبير عن المشاعر الإيجابية وعدم كتمانها لأنه ده بيأثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية. إدارة الذات والوقت. الكتاب بيقدم نصائح عملية لإدارة الذات والوقت، وبيأكد على أهمية الحفاظ على بداية اليوم وعدم السماح لأي زول أو شيء يخطفه. بيقول المؤلف احرص إنك تحافظ على بداية يومك وما تخلي زول أو شيء يخطفه منك، اتحكم فيه عشان تتحكم في يومك وحياتك. كمان بيشدد على أهمية استثمار الوقت في الشيء المفيد وعدم الاستسلام للفراغ اللي بيوصفه بأنه أخبث لص في الوجود. وهو شايف إنه الإنسان الناجح هو الزول اللي بيقدر يدير وقته بكفاءة ويستفيد من كل لحظة في حياته. الاختلاف والتسامح. الكتاب كمان بيتناول مسألة الاختلاف بين البشر، والمؤلف شايف إنه الاختلاف شيء طبيعي وصحي، لكنه بيحذر من عدم القدرة على تقبل الاختلاف والتعامل معه بإيجابية. بيقول الاختلاف صحي وجميل، لكن إذا كانت قدرة احتمالنا ضعيفة وكلماتهم اللي بتستفزنا بدأت تستفزنا فلازم نتذكر إنه القرار بيدنا. والمغلوث بيدعو للتسامح وعدم التمسك بالضغائن والإحقاد لأنها بتأثر سلبا على الصحة النفسية قبل ما تأثر على العلاقات الاجتماعية. الاهتمام بالطفولة. الكتاب بيهتم اهتمام خاص بمرحلة الطفولة ودورها في بناء شخصية الإنسان ومستقبله. بيقول المؤلف إذا عايز تستشرف مستقبل أي أمة اتعرف على آلية الاهتمام بأطفالها. الزول اللي بيعتني بالبذور كويس حطيب له الثمار كتير،
والكتاب بيناقش بعض القضايا المتعلقة بالطفولة زي البيدوفيليا، أي اضطراب الميل الجنسي للأطفال، وبيطرحها بطريقة سلسة وعملية بتساعد القارئ على فهمها والتعامل معها بوعي. في الأخير المغلوث بيختم كتابه بدعوة للتفاؤل والأمل، وبيأكد إنه الحياة زي القهوة ممكن تكون مرة في ظاهرها، لكن في جواها حلاوة ما بيعرفها إلا الزول اللي بيصبر عليها وبيتذوقها. وبيدعو القارئ للبحث عن المعاني الحلوة في الحياة حتى في أصغر المواقف، وعدم الاستسلام لليأس مهما كانت الظروف قاسية. وزي ما بيقول في واحدة من اقتباساته الحلوة: اسمح لعواطفك بالهطول، فالمطر بيروي السطور والصدور. المغلوث بيدعونا للتعبير عن مشاعرنا وعدم كبتها والاستمتاع بكل لحظة في الحياة مهما كانت مرة، لأنه فيها من الحلاوة الشيء بيستاهل العيش من أجله. كتاب حلاوة القهوة في مرارتها ما مجرد كتاب للقراءة، ده دعوة للتأمل والتفكير في الحياة ومعانيها، والتذكير إنه السعادة الحقيقية ما موجودة في غياب المشاكل والتحديات، لكن في القدرة على التكيف معها والاستمتاع بالحياة رغم مرارتها. ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.